مرات كتير فجأة كده بتحس إنك دايخ أو هتقع. طيب أنت عمرك سألت نفسك إيه هو السبب؟ في الفيديو ده أنا هقول لك إيه هو السبب، وهفتح عينيك كده لشوية شوية حاجات جسمك بيعملها عشان يحافظ عليك من الآخر. فكمل معايا الفيديو ده للآخر وأوعدك مش هتندم. تعال أقول لك الأول يعني إيه دوخة أو ليه بتحصل. الدوخة دي بتحصل بسبب إن مخك مش واصل له غذاء كفاية، سواء بقى الغذاء ده دم بيوصل له مثلا أكسجين أو كده، أو مش واصل له مثلا الغذاء بتاعه اللي هو جلوكوز اللي هو سكر يعني. فطب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل مثلا بسبب ان ضغطك وطي فالدم مش بيوصل كفايه للمخ، فبالتالي مخك حاسس انه مش متغذي كويس، تحس انك خلاص. او السبب التاني ان مخك مش واصل له سكر كفايه. طيب يا دكتور دلوقتي انا حاسس ان انا دايخ، اعمل ايه؟ اقعد بسرعه، يعني ما تفضلش واقف، لان انت ممكن لو فضلت واقف يغمى عليك وتقع انت على حاجه تتعور ولا حاجه. فانت اول ما تحس انك دايخ اقعد على طول واشرب ميه، كل مثلا حاجه مسكره وهكذا. طيب يا دكتور برضو يعني انا ما عرفتش برضو انا هقول سبحان الله على ايه. يعني انت قلت لي انك هتعرفني اسرار المخ، اسرار جسمي، وان الدوخه دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. طيب انا برضو مش عارف يعني هل دي حاجه في مصلحتي ولا ضد مصلحتي؟ الدوخه دي بتحصل اصلا عشان تحمي المخ بتاعك من نقص الاكسجين ونقص الغذاء. طيب ازاي ده؟ لان انت لما تدوخ يا اما هتقع فبالتالي جسمك هيبقى في وضع مستلقي مثلا، فالقلب هيعرف يوصل الدم او الاكسجين او الغذاء لمخك كويس، ماشي. او انك هتقعد فبالتالي هتسهل الشغل شويه على القلب، فالدم يوصل الدم والغذاء يوصل كفايه للمخ. تاني حاجه بقى انها بتنبهك انك جسمك عاوز غذاء، جسمك عاوز ميه، ماشي، فتشرب او تاكل. فده بيخليك تعمل حاجه تحمي جسمك من اي مضاعفات تانية. عاوز اقول لك ان جهازك العصبي والجسم كله شغال بسرعه جدا بطريقه انت اصلا ما تستوعبش سرعته، وده كله انت مالكش دخل فيه. فانت لازم تقول سبحان الله على الكيفيه اللي جسمك ماشي بيها. كل حركه، كل احساس، كل ده شغال بنظام دقيق جدا، كله في الاخر بيخدم بعضه علشان خاطر يحميك انت وبس. فما تنساش تفكر في عبقرية جسمك وده يخليك تفكر في عبقرية الخالق وتقول سبحان الله. وما تنساش تكتب لي كومنت كويس وتذكر ربنا في الكومنتات وتقول سبحان الله وتصلي على النبي طبعا، وتعمل لايك وشير وتشترك في القناة، واشوفك الفيديو الجاي طبعا، والسلام.